الأقصى. كنت أسمع أبي يدعو في سجوده وأنا متعلق فوق ظهره كطفل صغير: اللهم اكتب لنا صلاة بالمسجد الأقصى، اللهم اكتب لنا صلاة بالمسجد الأقصى قبل مماتي. ومات أبي ولم يصلي بالأقصى، ولم يصلي بالأقصى. رقد بي الزمان ببضع سنوات تحت ملك فاروق، وترعرعت رجولتي في ظل الزعيم الراحل الرجل جمال عبد الناصر. وتذكرت دعوة أبي وتمنيت صلاة بالأقصى وهو تحت حكم عروبة واحدة، وهو تحت حكم عروبة واحدة. ولكن مات عبد الناصر، مات الرجل، مات زعيم الأمة، مات زعيم الأمة. ولم يطل الحلم فهاجرت إلى بلاد الإفرنجة هروبا من حلم بات سرابا. وتذكرت دعوة أبي وقررت صلاة بالمسجد الأقصى قبل الممات. وذهبت للأقصى واستقبلته بدموع أبي، واستقبلته بدموع أبي التي لم يكن يراها غيري. وأتممت صلاتي وأخذت ركنا من أركانه الطاهرة واستلقيت في هدوء داخل نفسي، متأملا بحسي ورؤيتي بعيدا عن هواجسي وأفكاري وانفعالاتي وضجيج السنين. هنا خفضت إضاءات أعماقي، ولكن بعضا من الوقت، وانسدلت ستائر معاناتي بوهم كاذب كنت أعيش فيه. نعم، صليت بالأقصى، ولكن وأسفاه صليت به وأنا حاملا للجنسية الأمريكية. نعم، صليت به وأنا حاملا للجنسية الأمريكية. صليت به وأنا بدون هوية عربية. صليت به وأنا بدون هوية عربية.